لو عايز تعمل توكيل، حاجتين لازم يكونوا معاك في الشهر العقاري: رقم القومي للي انت هتعمل له التوكيل، ورقم تليفون. من حوالي سنتين ثلاثة كده بدأت التوكيلات المميكنة أو أي إجراء في الشهر العقاري مميكن، فبدأ يتطلب رقم القومي للوكيل وللموكل اللي بيعمل التوكيل واللي هيتعمل له التوكيل. من كام شهر كده بقى بدأوا يضيفوا خاصية أرقام التليفونات. ناس كتير جدا بتعمل لها توكيلات وبتتلغي وهي ما تعرفش ان التوكيل اتلغى وبتتصرف بيه. تصرفها صحيح، لان لازم انا اعلن ان التوكيل اتلغى عشان اوقف التصرف بيه. فالدولة مشكورة طبعا عشان تحد من المشكلة دي، فقالت احنا هنكتب ارقام تليفونات الناس في التوكيل، بحيث اي اجراء يتعمل انت اتعمل لك توكيل يجي لك رسالة على تليفونك ان في فلان عمل لك توكيل. اتلغى التوكيل يجي لك برضه رسالة على تليفونك ان فلان لغى لك التوكيل، لان بتحصل مع ناس كتير يعني. الم... المصريين بقى، انا كنت في شارع عقاري، شفت راجل كبير في السن، ربنا يديله الصحه يا رب ولابائنا ويحفظهم. الناس اللي بتبقى على الفطره دي، هو قاعد انت بتاخد رقم لحد لما يجي دورك، طبعا زحمه جدا، ولما بيجي دورك ممكن تقعد ساعه او اكتر او اقل على حسب. فلما جه دوره وقف على الشباك، فموثق الشارع العقاري بيقول له ان هو عاوز رقم الموبايل. طبعا هو جايب الاسم ورقم الرقم القومي في ورقه، لان الاجراء ده من سنتين ثلاثه فالناس كلها عارفه، فكاتب له الاسم والرقم القومي. انما حوار رقم الموبايل ده جديد، مش كل الناس تعرفه. فمعهوش الموبايل ومعهوش رقم موبايل المحامي اللي هو رايح يعمل له التوكيل، فقام كاتب اي رقم. فالموثق بيساله، قال له لا انا اصلا قاعد من زمان ومش همشي من غير ما اعمل التوكيل. فتخيل بقى الرقم اللي اتكتب عشوائي ده طلع بتاع اي حد، وراح له رساله ان فلان عمل له توكيل او لغى له التوكيل، وهو يا عيني لا بيه ولا عليه ولا عارف ده ولا عارف في ايه اساسا.